ازاي رامز جلال بيكسب ملايين من برامج المقالب؟ معاكم أيقونة القلعة البيضاء، اللاعب أبو سنجة اللي ماشي بطبنجة نبيل. كل سنة في رمضان رامز جلال بينزل ببرنامج جديد بفكرة مجنونة وميزانية ضخمة، ودايما السؤال اللي بيدور في دماغ الناس، رامز بيكسب الفلوس دي كلها منين؟ وازاي البرنامج بيحقق أرباح خرافية؟ تعال نفك الشفرة ونعرف مصادر الفلوس اللي بتدخل جيب رامز والبرنامج. اوعى تكون فاكرني إنسان آلي. أنا عملت باشا كل انت اللي ما أنت انت كنت شايفه قاعد هناك ده لبست ازاي؟ علشان أوقعك في حبال. أنت عارف مين الواد اللي هناك ده؟ ده نسخة مني إيلون ماسك بعتها لي. الكنز الأول وهو الإعلانات. برنامج رامز بيتذاع في وقت الذروة بعد الفطار مباشرة، وده وقت ملايين المشاهدين قاعدين قدام التلفزيون. الشركات بتدفع مبالغ خرافية عشان تعلن خلال الحلقات، لأنهم عارفين إنهم هيجيبوا أكبر عدد من العملاء المحتملين. سعر الإعلان 30 ثانية في الفواصل بيساوي ملايين. بعض الشركات بتطلب إعلان مدمج جوه البرنامج، زي إن الضيف يشرب مشروب معين أو يلبس براند معينة. متوسط أرباح الإعلانات بس في رمضان ممكن توصل لأكتر من 250 مليون جنيه. وتاني مصدر وهو رعاية الشركات، فلوس على الجاهز. شركات كبيرة بتدخل كراعي رسمي للبرنامج زي شركات الاتصالات والبنوك والعلامات التجارية الكبيرة. لو ركزت هتلاقي شعارهم في كل حلقة، سواء على الشاشة أو حتى في الديكور. صفقات الرعاية دي بتوصل لعشرات الملايين. بعض الشركات بتطلب إن رامز يقول اسمهم بشكل مباشر علشان يفضل في دماغ المشاهدين. تالت مصدر وهو بيع حقوق البث، ودي فلوس تحت الترابيزه. القناه اللي بتعرض البرنامج بتدفع ملايين عشان تاخد حقوق البث حصريا، وده مصدر دخل ضخم. غير كده القناه بتكسب من الاعلانات، فبالتالي مش بتخسر بل بتكسب اضعاف اللي دفعته. ورابع مصدر يوتيوب والمنصات الرقميه تحت مسمى المكسب اللي ما بيخلصش. كل حلقه بتنزل على يوتيوب بتحقق ملايين المشاهدات، والملايين دي بتساوي فلوس من اعلانات اليوتيوب. لو حلقه واحده جابت 10 مليون مشاهده، ده ممكن يدخل للبرنامج عشرات الالاف من الدولارات. والبرنامج كله لما يتحط على شاهد او اي منصه مدفوعه بيحقق ارباح اضافيه من الاشتراكات. ده غير اعاده بيع الحلقات دوليا. البرنامج مش بس بيتشاف في الوطن العربي، في قنوات ومنصات اجنبيه بتشتري حقوق عرضه، وده بيدخل ارباح اضافيه. المكاسب من المنتجات والتسويق الشخصي. رامز بيستغل شهرته بعد كل موسم ويوقع عقود اعلانات وافلام وصفقات تسويقيه بتجيب له ملايين بعد رمضان. الخلاصه ان رامز ماكينه فلوس متحركه بين الاعلانات والرعاة وبيع الحقوق ويوتيوب. برنامج رامز بيحقق ارباح تتخطى 500 مليون جنيه كل موسم. تفتكر البرنامج يستاهل الضجه دي ولا مجرد تهريج بفلوس؟ وبس كده، ما تنساش اللايك والفولو. سلام. رامز جلال عم المجال، عم المجال شربني مقلب شربني مقلب ولا في الخيال. ولا في الخيال. الله الله.